السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. على بالي حبوبتي بلي راكم تقارعوا في لا فيديو تاعي تاع الروتينات تاع الطبخ. اليوم جيتكم لا فيديو خفيف ظريف كما راكم تشوفوا، خفيف بزاف وفيه الورد، فيه الطبخ. شوفوا ما شاء الله هنايا لي بوكي اللي شريتهم اليوم. قررت نبدلهم المكان تاعهم. انا كل خطره كل من نشري الورد تلقوني نبدله البلاص كل خطره وكيفاه نكون فرحانه به. مي اذا بدلتو له البلاص تاني يشوفوه هو اللي والم ديك البلاصه ولا لا، ماشي شرط تشوفوه اسكو يجي تما ولا لا. فهمتوني؟ هنايا كما تشوفوا هذاك نبات رجل البطه وكاع. درت لكم عليه لايف وكي شغل ما بانش حذفت لك اللايف، بغيت نوريه لكم لا فيديو نيشان. شوفوا ما شاء الله عطاني واحد المنظر جميل جدا 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 في النافذه تاعي. هنايا انا بنسيهم اسكو يقدروا يوالموا لي هذه البلاصه ولا لا. اذا ما والموهاليش نبدلهم المكان. في الحقيقه هنا جا شباب بزاف بزاف. شوفوا قدام العاشق كي داير. الله يبارك ما شاء الله. الاخضرار لازم نحافظ على الاخضرار تاعه وتاني باه يزيد يتطور ويكبر ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله. وهنايا لاروسيت تاع اليوم هي الرقاق. شكون ما يعرفش الرقاق ما على باليش انا في بلايص اخرى اسكو تقولوا له رقاق ولا لا، كتبوا لي في التعليقات. درت هنايا اللحم تاعنا ودرت الزيت وخليته يتقلى كيما المرقه عادي. درت حبه بصل رابيتها ودرت حبات ثوم واحد 3 فصوص تاع الثوم وزدت. درت الجزر قطعته ما تقطعوش بزاف ولا قطعوها على شكل قطعتين ولا. وزدت هنايا زدت لاصوص وزدت الكرافس وتخلطوا وتقلوها مليح وتزيدوا الماء. بعد ما قليتها انا زدت الماء، ما تكثروش الماء بزاف على حساب الاخر اللي عندكم. وانا هذه الوصفه اللي درتها على حسب الخضره اللي عندي اللي متوفره عندي درتها وجات الله يبارك ما شاء الله بنينه بزاف. شوفوا هنايا كي طبخ لي داك المرقه تاعي ضفت لها شويه كمون وكركم. كما تعرفوني انا ما نديش البزار بزاف وكاع. ودرت شويه ملح ودرت شويه قزبر من الفوق. وكنت دايره بطاطا من قبل طيب مع المرقه بطيب لي غايه. وزدت هنايا درت معكم شويه كابويه اللي معروفه بالقرع الاخضر. شوفوا ما شاء الله. وهذا هو الرقاق تاعي اللي درته. خطره جايه ان شاء الله اذا راكم باغيين كيفاش خدمته نوريكم الوصفه تاعه. شوفوا سهله وما شاء الله جا خفيف جاي شغل شفاف بزاف ليدي كيبانوا. شوفوا ما شاء الله خرجت لي كونتيتي كبيره كما كنتوا تعرفوا الرقاق يجي كونتيتي كبيره. شوفوا ما شاء الله جا روعه. وعلى حساب يجيك كبير على حساب الصاج اللي عندك ولا الطاجين اللي عندك. انا درته في الصاج. شوفوا الله يبارك كيفاش خرج كبير. خطر جايه ان شاء الله اذا راكم باغيين كتبوا لي في التعليقات نشاركها معكم. الله يبارك جا روعه. والرقاق كاين بزاف بنات ما يعرفوش يخدموا الرقاق غير ساهل غير هو شمري على ذرحتيك. وشوفوا الله يبارك كي داير. شوفوا ما شاء الله. هنا كنت قطعتها معكم. هو من عاداتنا والتقاليد تاعنا يجي فيه قصعه تاع لوح وتقطعيه وياكلوا كاع العائله. كاين اللي ياكل باليد تاعه وكاين اللي ياكل بالفرشيطه. كما عارفين جيل تاع درك ياكل بالفرشيطه. وبكري كنا الاخر جدودنا تاع بكري كانوا ياكلوا بليديهم ديك البنه تاع اليد وحدها. وخليكم على فيديو. وهنايا الطبق تاعي راه جاهز. درت داك القرع العسلي وعفوا قلت لكم قبيل القرع الاخضر وحده والعسلي وحده. هذا القرع العسلي شوف ما شاء الله كاين صغيره كيما هاك وشابه وبنينه. والبطاطا طابت شوفوا ما شاء الله. ولازم تغمروا هذاك الاخر بالمرقه يجي شباب. شوفوا ما شاء الله. كسبين ذوق معاكم هنايا شويه جا روعه. وقولوا لي في التعليقات كيفاش جاكم والذوق انا نقول لكم كيفاش جا روعه ما شاء الله. سوبر.
وهنايا لحقنا لنهاية الفيديو، نخليكم برعاية الله وحفظه الى فيديو قادم ان شاء الله، وبسلام عليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتخلوا لي تعليق شباب، والى اللقاء.